احنا دلوقتي في الدقيقة 79 مباراة مصر والأرجنتين، وحاليا وفي مفاجأة كبيرة بيتابعها العالم كله، مصر متقدمة على الأرجنتين بنتيجة 2-0، وكمان بيتلغي هدف عليه جدل كبير لصالح مصطفى زيكو ومنتخب مصر بعد تدخل تقنية الفار، وكل التوقعات والمعطيات بتقول إن منتخب مصر هو الأقرب لفكرة الفوز، وإننا على بعد إنجاز تاريخي قدام ميسي والأرجنتين، والحالة اللي مسيطرة على المصريين في اللحظة دي هي حالة سرحان وإننا حقيقي فايزين على بطل العالم، وكمان كلها دقايق وهيتم إقصائه. وعشان تعرف إيه اللي حصل بالظبط بعد الدقيقة 79 لازم تعرف إيه الرحلة اللي أخدها المنتخب ووصلته للحظة دي، وساعتها هتلاقي الإجابة. وأنا عارف إنك لحد دلوقتي لسه بتفكر في الماتش والسيناريو اللي خرجنا بيه، فقلت أحط حزني على حزن الناس وقررت أكتب الحلقة دي، حلقة توصف الأحداث والمشاعر والذكريات اللي مرينا بيهم بدون تجميل، واللي أكيد هتعيش لسنين قدام، وهنحكي فيها تفاصيل الرحلة كلها، وإزاي حسام حسن قدر يعمل كل ده بدراعه من غير أي رؤية واضحة أو حتى مشروع فني، ونعرف كنا فين وبقينا فين، ونعرف بالظبط ما قبل الحملة الفرعونية. احنا ما عندناش لعيب الكوره، حط صلاح على جنب، ما عندناش يا راجل، ده احنا مش عارفين نطلع بالكوره يا راجل، يا نهار عره يا جماعه. لو موجود في الطيب حسام حسن كنت قلت لهم لا. على طول على طول. النهارده نيجي بقى نجيب مدرب نادي نمسكه مدرب منتخب، انا ضد دي. في تيم بيتعمل يا عم، احنا مصريين وبنحب بلدنا قوي وبنجتهد وبفكر، بجرب بدخل شحاته وبدخل صابر وبدخل فيصل وبدخل صفا شوبير. اهدوا شويه على بلدكم، انا هفضل كده. بعد خروج منتخب مصر من دور 16 في افريقيا 2023 وتقديم واحده من اسوأ النسخ مع البرتغالي روي فيتوريا وما قدروش فيها يفوزوا في اي مباراه، وخلاص الجيل ده كده بيعلن نهايته وشكله كده جاب اخره، اتحاد الكوره برئاسه جمال علام بيعلن في بيان رسمي بتاريخ 4 فبراير 2024 اقاله روي فيتوريا وجهازه المعاون وتعيين محمد يوسف مدرب عام للمنتخب لحين تعيين مدير فني اجنبي. وعايزك هنا تركز معايا، طبعا كده الاتجاه في اتحاد الكوره هو الاستعانه بمدرب اجنبي، وان مفيش اي نيه بالاستعانه بمدرب وطني، لكن وبعد اقل من 48 ساعه من صدور البيان وتحديد يوم 6 فبراير بيحصل قرار غريب وعكس الاتجاه ده، وبنتفاجئ ان اتحاد الكوره بيعلن بشكل رسمي تعيين حسام حسن مدرب لمنتخب مصر في خبر غير متوقع وتحسه كده اترمى قدام الناس بدون اي مقدمات ولا حتى سبب واضح، وده خلق جدل كبير وكان باين انه ملوش اي علاقه باي فكره تخطيط من اتحاد الكوره، وان تعيينه كان مبني بس على فكره توفير دولارات المدرب الاجنبي، وان القرار ده مش مبني على اي رؤيه فنيه، وان الموضوع فيه تصدير حسام حسن للشارع الرياضي، وكلها 3-4 ماتشات وبعدها هيجيب مدرب اجنبي عادي ونخش في نفس الدايره تاني. وده كان احساس منطقي وقتها، لان مع كل مره كان بيحصل فيها طرح الاسامي المدربين لتدريب المنتخب كان اسم حسام حسن بيتكرر في كل مره، ولكن عمره ما خد فرصه، ومسؤولين اتحاد الكوره كان بيبقى عندهم تخوف بشكل او باخر من شخصيه حسام حسن وطريقته في اداره اللعيبه والازمات، وده كان سبب في تجاهل الفكره من الاساس. وبرغم ان حسام حسن تقريبا كان مطلب شعبي من سنين، لدرجه انك لو عملت استفتاء ساعتها في الشارع الرياضي كان هيقول لك انه اولى واحد بتدريب المنتخب، حتى الاعلاميين والمحللين واللاعبين السابقين كانوا بيأيدوا نفس قرار تعيين حسام حسن، والكل كان شايف انه احق واحد بالفرصه دي. يا راجل ده حتى عصام الشوالي كان عايز حسام حسن يدرب المنتخب. اكبر انجازات الكره المصريه كانت بايادي مصريه وببصمه مصريه، كابتن حسام حسن اللي خبرته، الكاريزما اللي عنده، تاريخه في افريقيا، شفت فيه راجل يستاهل ياخذ فرصته كما خذاها برشا يعني في مصر. برغم ان في فئه كبيره من الناس اتفائلت اخيرا بان حسام حسن هيدرب المنتخب، لكن الكروته اللي حصلت وقتها خلت الناس تحس ان فكره تعيينه كانت محاوله لتهديد الشارع الرياضي مش اكتر، اللي جاب اخره من المدربين الاجانب اللي بيختارهم اتحاد الكوره. ما هو مش معقول برضه يكون من يوم وليله اتحاد الكوره اقتنع اخيرا بحسام حسن، والقلق والتخوف اللي كان مسببهم لو ضرب المنتخب يكون راح فجاه، فاكيد في ان في الموضوع، اكيد في حاجه احنا ما نعرفهاش، وده كان حقيقي، لان اتحاد الكوره كان مجرد ضيف خفيف في قصه تعيين حسام حسن. والكلام اللي كان طالع ساعتها ان وزير الشباب والرياضه السابق دكتور اشرف صبحي هو اللي اقترح فكره تعيين حسام حسن من الاساس بعد اقاله روي فيتوريا، وان اتحاد الكوره ما كانش ليه اي علاقه بالفكره، وده يفسر لك ليه اتحاد الكوره تراجع عن فكره البحث عن المدرب الاجنبي بعد 48 ساعه من بيان. وبالمره نضرب عصفورين بحجر واحد، منها نريح الناس ونجيب لهم المدرب اللي هم عايزينه، ومنها كمان نوفر دولارات المدرب الاجنبي. بس اتفضل سؤال واحد كان عايز له اجابه، ليه كل الخوف ده من شخصيه حسام حسن؟ ولحتى الاحساس ده كان واصل لمجموعه كبيره من الناس، وبسبب كده كان بيحصل تجاهل للفكره. الحقيقه ان فكره التجاهل طول السنين اللي فاتت كان ليها اسباب كتير، وكلها تتعلق بشخصيه حسام حسن. حسام حسن معروف عنه كلاعب انه شخصيه عصبيه وحماسيه لابعد حد، وده اللي كان بيحطه في مشاكل كتير، خصوصا لما بيجتمع مع توأمه ابراهيم حسن، وبالتالي لما تحول لمدرب كان من الطبيعي يكون بنفس الشخصيه. والعصبيه والحماس الزايد ده مش بس بيطلع على اللعيبه ولا في توجيهاته او اعطاء التعليمات ليهم طول ال 90 دقيقه، ده كمان الموضوع بيوصل للتعدي على الحكام والمدربين واي حد واقف قصاده على الخط. يا راجل دي وصلت في مره انه كان عايز يتخانق مع الحكم الرابع زينا كده، وادي كابتن حسام وحوار بينه وبين الحكم الرابع. كمان ردود افعاله غير متوقعه وبيعمل اي حاجه بتيجي في دماغه مهما كان الشخص اللي قدامه والمنظر العام عامل ازاي، حتى لو الكلام ده كان على الهوا. لقيته راح شتم
هقول لحضرتك راح شتم، بقول له انت بتعمل ايه؟ انت مين اللي بتعمل ايه؟ قال لي بصور. يعني حاجه، يعني انا عيب ان انا قلتها بصراحه. وبجانب شخصيه حسام حسن المتهوره والعصبيه واللي بتخليه يعمل مشاكل كتير من غير داعي وردود افعال غير محسوبه حتى مع الجماهير، وده اللي بيخليه يخسر فئه كبيره من الناس. كمان ما عندوش فكره تقبل الهزيمه وما بيقدرش يتمالك نفسه قصادها، وده اللي بيخلي الموضوع يخرج عن السيطره في كتير من الاوقات وبيسبب فوضى كبيره. وطبعا مدرب بالشخصيه دي يخوف اي حد من المشاكل اللي هيسببها لو ضرب المنتخب، واللي بيتعامل فيها مع لعيبه هم نجوم في انديتهم، وجماهير الانديه دي هتخليه على طول في موضوع انتقاد لو عمل حاجه ما عجبتهمش. انتوا جايبين مدرب يدربهم ولا يخوفهم؟ فايه اللي يخليني احط النار جنب البنزين؟ وكمان في فئه شايفه ان حسام حسن على المستوى الفني ما حققش اي بطوله في مسيرته التدريبيه، فازاي بس هياخد فرصه بتدريب منتخب بحجم مصر؟ فنجرب اجنبي احسن. وبيبدا يحصل انقسام في الشارع الرياضي ما بين مؤيد ومعارض لحسام حسن، وتبدا تظهر اسئله كتير، اسئله ليها علاقه بالشكل والطريقه اللي هيطبقهم حسام حسن، خاصه مع فكره التخوف من التعاملات مع اللعيبه. فهل هيقدر حسام حسن يسيطر على الوضع داخل اوضه اللبس ولا لا؟ وهل اللعيبه هتستقبل طريقته ولا يحصل مشاكل؟ لان كمان حسام حسن ما عندوش فكره تقبل الاراء او حتى مجرد المناقشه فيها، هو بيحب يكون صاحب القرار الاول والاخير ومش هيسمح باي وصايه من اي حد ولا حد يقول له ازاي وليه، وده اللي ممكن يخليه يخبط في ناس كتير احنا عارفينهم. ايه سبب التغيير ده؟ ما نسيتش احمد جعفر ليه تحافظ على النتيجه اكتر واكتر؟ انا حر يعني، انا مش هدي فرصه للفتيين يتكلموا. المشكله الاكبر كانت في محمد صلاح، وتعامل حسام حسن معاه هيكون عامل ازاي؟ لان لو ده محمد صلاح اللاعب الاعظم في تاريخ الكره المصريه، فده برضه حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر، خاصه انه ليه كذا تصريح قبل كده كان فيها انتقاد صريح لكذا موقف لمحمد صلاح. الشرنوبي ده كان عايز يخرج صلاح لو اداؤه مش كويس في الملعب، وده بالنسبه لناس كتير قمه الجنون. مجهوده قل او اداؤه قل هيغير اي لعيب، امال يعني ما بقاش مدير فني خلاص. الاحداث اللي انت شايفها دي كلها كانت في دماغ الناس من قبل حتى ما حسام حسن يقابل صلاح، يعني بيقدموا الفشل قبل وقوعه، والراجل ومن قبل ما يبدا بيلاقي نفسه بيتحط في كذا قصه هو ملوش علاقه بيها ولسه ما دخلهاش، وده خلى حسام حسن من اول يوم في ضغط من كل الاطراف، لانه مش عارف مين معاه ومين عليه، والشخص اللي كان ظهوره بيسبب جدل دلوقتي الكاميرات بقت عليه اكتر من الاول، والكل مستني له غلطه عشان يثبت وجهه نظره، وهو مش عايز يديهم الفرصه دي، لدرجه انه حاول ينفي وجود اي صدام او اي خلافات بينه وبين محمد صلاح، ونشر صوره في اللقاء الاول بينه وبين صلاح وان كل حاجه 100 فل و10، وتهدوا بقى وسيبونا نشتغل. على الرغم من محاولات حسام حسن للابتعاد عن المشاكل والازمات في بدايه فترته وهدوءه الغير معتاد، الا ان الانتقادات والمشاكل ما كانتش بيسيبه في حاله. حسام حسن كلاعب ومدرب متاثر بشكل كبير بمدربينه في المنتخب، سواء الجنرال محمود الجوهري او المعلم حسن شحاته، واللي كان معروف عنهم الصرامه والانضباط داخل وخارج الملعب، والمعسكر بتاعهم اشبه بمعسكر الجيش. يعني مثلا حسام حسن في استعداده لتصفيات كاس العالم دخل في خناقه مع رابطه الانديه والانديه الكبيره عشان كان عايز يضم اللعيبه لمعسكر المنتخب بدري قبل ميعاد الاجنده الدوليه عشان يحقق اكبر استفاده ممكنه، وان المنتخب اهم من اي شيء. ودي كانت نفس الخناقه اللي دخلها محمود الجوهري مع اتحاد الكوره قبل كاس العالم 90، واللي بسببها اتلغى الدوري واتبدل بدوره تنشيطيه. وكمان كان ليهم مواقف كتيره ضد لعيبه كانوا نجوم وقتها، وكانوا ما بيفرقش معاهم فكره استبعاد النجوم دي لعدم التزامهم او عدم تنفيذهم للتعليمات حتى لو هيخسروا على الجانب الفني. فكان من الطبيعي انه يحاول يمشي على نفس النظام اللي اتعود عليه، وده اللي بدا يخلق شويه مشاكل كلها ليها علاقه بفرض السيطره والتحكم في اللعيبه. وبدا مع الوقت يظهر لعيبه مش قادره تلتزم بالشكل اللي عايزه حسام حسن وهم لسه في مرحله جس النبض. وكان في مقدمه اللعيبه دي امام عاشور قبل مباراه كاب فيردي في تصفيات افريقيا 2025 حس من التدريبات ان حسام حسن مش هيعتمد عليه بشكل اساسي، وان الموضوع فيه قعد على الدكه، ولا كامام لاعب حراق دلوقتي مش هينفع معايا الكلام ده. وفي الفتره دي امام عاشور كان في عز تالقه مع الاهلي ومع منتخب مصر، وده خلاه يحاول يشغل دماغه على حسام حسن والجهاز الفني، وبدا يظهر الجانب المتمرد من امام. عمل ايه يا عم شرنوبي؟ امام كان عنده اصابه بشكل بسيط جدا ولا ترتقي لفكره الاصابه من الاساس، لكنه حاول يستموت فيها واخذ الاصابه حجه عشان يخرج من معسكر المنتخب لعدم تقبل فكره عدم اللعب بشكل اساسي. ولكن وبعد يومين من خروجه من معسكر المنتخب بيتفاجئ حسام حسن ان امام بيشارك بشكل طبيعي جدا مع الاهلي في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا، وده اللي هيجنن العميد. انت مش كنت مصاب يا عم امام؟ فحسام حسن حس ان امام بيشغل دماغه عليه وبيستغل انه في قمه تالقه وبيصدره للجمهور، فبيقرر العميد انه يستبعد امام عاشور من قائمه المنتخب اللي هتلعب مباراتين اثيوبيا وسيراليون في تصفيات كاس العالم. خلي بالك يا كابتن سيف، والله انا شاكك بنفسي ان انا مصري، انا حاسس ان انا نيجيريا يا كابتن سيف. الرساله دي واضحه يا كابتن سيف، وسلامي للعميد. وكمان وسط طلب وضغط كبير من الجماهير او حتى الصحفيين في كل مؤتمر والمطالبه بعوده امام للمنتخب لانه كان فعلا احسن لعيب في مصر، لكن حسام حسن بيقرر يسيبه في الثلاجه شويه. وفي كل مره كان بيرفض فكره عوده امام لقائمه المنتخب الا لما يقدم اعتذار للمصريين وللجهاز الفني. وقال في تصريحاته بعد مباراه سيراليون ان امام عاشور اخطا مرتين وان اخطائه لا تغتفر. قال ان في مره كان متضايق وشاط الكوره خارج الملعب، ومره ثانيه ادعى الاصابه وبعدها شارك مع الاهلي بشكل طبيعي. والمنتخب عندي زي الجيش،
لا يمكن التهاون فيه مع اي لاعب غير ملتزم. مش انت بتشغل دماغك يا عم امام، هات اخرك. وفعلا امام عاشور لما بيلاقي الطريق مقفول وحسام حسن دماغه دماغ صعيده مش هيضم للمنتخب، بيطلع امام يقدم اعتذاره وحقك عليا يا سياده العميد. بس انا خالص والله بتاسف له تاني وتالت ورابع. حسام حسن رغم ان الشخصيه قافله وشها وتحسه انه هيمد ايده عليك في اي وقت، لكنه برضه عارف قيمه فرصه تدريب منتخب مصر، وعارف انها اكيد مش هتتكرر تاني لو راحت من ايديه. فكان بيحاول في البدايه يفرض شخصيته اللي متعودين عليها، لكن في نفس الوقت ما يخسرش حد. كان بيحاول يرد على المشاكل اللي الناس بيحاولوا يصدروها، وكان بيوصل فكره ان باب المنتخب مفتوح لاي حد، بس بشرط يبقى داخل النظام مش بيلعب من اجل نفسه. وده كان بيخليه يدي فرصه للعيبه ما كانش حد يتوقع انهم ممكن ينضموا في يوم من الايام لقائمه المنتخب. ودي حاجه معروفه في الكوره ان ليها مكاسب على نواحي كتير، منها ان انا ادي فرصه للعيبه اكتر وممكن حد فيهم يفاجئني بمستواي واضمه للمعسكر، وبالتالي اللعيبه كلها هتقدم اقصى ما عندها لمحاوله الحصول على نفس الفرصه. ومنها ادي انذار للعيبه اللي عندي ان مكانهم مش مضمون وان في خطر عليهم، فيفضلوا هم كمان مديني اقصى ما عندهم، وبكده اكون كسبت من ناحيتين. بس لحظه يا عم شرنوبي، انت مش واخد بالك انك لحد دلوقتي ما اتكلمتش فني، وان كل المشاكل اللي اتكلمنا عليها مشاكل تتعلق بالنظام والسياسه داخل اوضه اللبس، ولكن مالهاش علاقه باي شغل ولا تعاملات فنيه. احبك وانت مركز معايا. الانتقادات دي كمان كان بتتوجه على الجانب الفني، وبرغم ان حسام حسن قدر يعدي تصفيات افريقيا وتصفيات كاس العالم وهو متصدر المجموعه بارقام قياسيه، لكن كان في تشكيك على مستوى المنتخبات اللي بيواجهها منتخب مصر، وانها كلها في المتناول وطبيعي جدا نعمل كده. وكمان الاداء كان عليه تحفظات كتير، كان مفيش شكل واضح ولا اي استقرار في الطريقه، وحتى العناصر اللي كان بيعتمد عليها ما كانش فيها اي ثبات فني وبتتغير بشكل مستمر. وكان باين ان الادوار المركبه اللي بيحاول يجربها حسام حسن اللعيبه مش قادره تنفذها، والنادي مش زي المنتخب ما عندكش الوقت الكافي للاستمرار على نفس الافكار. وصحيح احنا كنا بنكسب، لكن لسه ما اتحطيناش قصاد اختبار حقيقي. واللي بيزود الشكوك تقديم مصر مباراه وديه ولا اسوأ قصاد اوزبكستان والخساره منهم 2-0، خاصه بعد رفض فكره المشاركه بالمنتخب في كاس العرب بسبب تضارب المواعيد مع افريقيا. وده اللي خلى اتحاد الكوره يستعين بحلم توران للبطوله العربيه ويشكل منتخب تاني يشارك بيه، وده اللي خلى فئه كبيره من الناس توصف الرفض ده كمحاوله هروب من اي اختبارات ممكن تهدد تواجده في كاس الامم. ومع كل الضغط اللي اتعرض له حسام حسن ومحاوله تخلي جو متوتر طول الوقت، ولد عنده احساس بعدم الامان، وان في ناس مش عايزينه يستمر مع المنتخب، وان ممكن في اي لحظه يتقال له طريق السلامه انتهى. عشان كده ما قدرش يتمالك نفسه قصاد الهجوم اللي حصل عليه، وده خلاه يضرب في حاجات كتير من غير ما ياخد باله. كمان وقع في فخ الصحفيين اللي عارفين انه شخص ما بيقدرش يتحكم في انفعالاته، وزودوا جرعه الغضب اللي حواليه اكتر لما نكشوه وسالوه عن عدد المحترفين، وده خلاه يدي وصف عمل حاله غضب عند ناس كتير، وانه ما ينفعش يوصف لاعب زي مصطفى محمد بانه ربع محترف. وكاننا بنرجع نشوف حسام حسن بنسخته القديمه من تاني، نسخه داخله بطوله كاس الامم وهي معديه الكل، والكل مستنيه هيعمل ايه. احنا دلوقتي داخلين على افريقيا 2025 في المغرب، البطوله اللي هتبقى النقطه الفاصله في مسيره حسام حسن مع المنتخب، وفرصه عشان يرد فيها على كل اللي انتقدوه وبيحاولوا يصطادوا في المايه العكر، لان كمان الوضع الاقرب واللي ظاهر من الاداء ان المنتخب مش هيقدم اي جديد في البطوله دي، وده الاحساس اللي كان واصل وقتها. ما هو مفيش اي اماره بتقول عكس كده، وده اللي كان متوقع وناس كتير حاولوا يصدروه. حسام حسن في البدايه ما حاولش يخاطر باي حاجه، وحاول يوصل في البطوله لابعد نقطه ممكنه، وتخلى عن فكره الادوار المركبه اللي كان عايز يعملها في بدايه تعيينه. وحتى على مستوى الافراد وقائمه المنتخب ما حاولش يغامر فيها او حتى يحاول يغير طريقه اللعب، لعب بالاسلوب المعتاد بتاعه والمتوقع من منتخب مصر، وقدر من خلاله يحقق اللي هو عايزه ويخرج من البطوله بشكل كويس. الاداء ما كانش افضل حاجه، لكن اللي ظهر جدا الروح والتركيز اللي حسام حسن قدر يزرعهم في اللعيبه، وظهرت بشكل واضح في مباراه كوتيفوار، واصرار اللعيبه على الفوز رغم قوه عناصر منتخب كوتيفوار بطل النسخه اللي فاتت. وبرغم تواجد قصور على المستوى الدفاعي، لكن على المستوى الهجومي كان نسبه التسجيل لصناعه الفرص كانت اكتر من ممتاز، وقدر يوصل بيها للمربع الذهبي. وعلى الرغم من الخساره امام السنغال وتوديع البطوله، لكن دي كانت نتيجه واقعيه ومرضيه لكل الاطراف، والمكاسب في البطوله دي كانت كبيره بشكل ما تتخيلهاش. فكانت نقطه الامان بالنسبه لحسام حسن واللي اعتقد من بقائه واستمراره، وبينت ان عنده حاجه يقدمها مع المنتخب مش مجرد تقفيل دفاعي والسلام. كمان تحس ان شخصيته اتبدلت في البطوله دي، وتصريحاته اتحولت واخذت منعطف تاني الناس حبتها واشادت بيها، لان مع كل مره كان بيتكلم فيها ان هدفه الاول والاخير انه يفرح الشعب المصري والناس البسيطه اللي الكوره مصدر فرحتهم الوحيده. وعلى عكس توقعات الناس، حسام حسن بيقدر يحافظ ويسيطر على اوضه اللبس والتعاون مع اللعيبه، والاهم كانت علاقته بمحمد صلاح اللي خرج بعد مباراه كوتيفوار وقال تصريح يدل فعلا ان ما يحدث عكس ما يشاع. المعسكر ده كله لو اتصور يبقى احسن معسكر انا عشته في حياتي. اللعيبه كلها قريبه من بعضها، بنحب بعض، بنقعد مع بعض. انك تخلي محمد صلاح يقول تصريح زي ده بعد موجه الازمات اللي كانوا بيحاولوا يصدروها بينك وبينه، دي حاجه تدل على تطور حقيقي في شخصيه الراجل ده، وان الثقه بعد البطوله بقت عنده اعلى. لكن زي ما حسام حسن اتطور بشكل ملحوظ على المستوى الشخصي، هيتطور كمان على المستوى الفني. ولو نسخه منتخب مصر في افريقيا كانت نسخه متماسكه وخرجت بشكل مرضي، فالنسخه الجايه من منتخب مصر هتفاجئ الكل وهتعدي توقع اكبر المتفائلين، نسخه اقرب لنسخه الجيل الذهبي مع المعلم حسن شحاته واللي سيطر بيها على قاره افريقيا. ولكن في البدايه كان لازم يصلح مشكله كبيره.
حسام حسن طول الفتره دي كان بيحاول يجرب افكار نجحت قبل كده بعيدا عن الافكار المستورده لحد ما يكون الشكل العام والنهائي اللي هيقدر يستقر عليه ويكون معاه هويه المنتخب وطريقه اللعب المناسبه، لان هدفه البعيد كان المشاركه في كاس العالم. وزي ما كان حاضر كلاعب في كاس العالم 90 كان عايز يكون حاضر كمدرب لمنتخب مصر في كاس العالم 2026. لكن في حاجه حسام حسن ما بيحبهاش ولسه موجوده في الجيل ده وكان لازم يغيرها بعد البطوله، لانه برغم ان الجيل ده مر عليه مدربين كتير بمدارس كرويه مختلفه وكان فيهم مدربين قدروا يوصلوا معانا للحظات كبيره وانجازات كانت صعبه في وقتها، لكنها دايما ما كانتش بتنتهي بافضل نتيجه، كانت دايما في حاجه ناقصه، سواء خسارتنا لنهائي افريقيا 2017 ضد الكاميرون في فتره كوبر او خسارتنا لنهائي 2021 ضد السنغال في فتره كروش، وحتى مع فرحتنا بالصعود لكاس العالم 2018 بعد غياب 28 سنه، لكن تحس ان ادائنا في مونديال روسيا احبط كل شيء، ووصل لنا برضو نفس الشعور ان في حاجه ناقصه. مش ده منتخبنا اللي تعودنا نشوفه، مش ده اداء منتخبنا وقت الجيل الذهبي اللي كان ما بيخافش من حاجه وبينزل يمرمط الفرق اللي قدامه في الملعب مهما كانت حجمها ومليانه بالنجوم اللي بتلعب في افضل الانديه في العالم. وده خلى المنتخب في اغلب الفترات سواء مع كوبر او حتى مع فتره كروش يدخل بنظريه المستضعف. ايه بقى نظريه المستضعف دي يا ابو الشرانيب؟ نظريه المستضعف دي يا قلب شرنوبي بتخليك وانت داخل على البطوله توصل للناس وللمنتخبات المنافسه معاك انك مش مرشح للبطوله وانك مش بتلعب عليها من الاساس، وبيبان ده حتى في طريقه لعبك الواقعيه زياده عن اللزوم واللي بتعتمد بشكل كبير على فكره الامان الدفاعي والهجمات المرتده واستغلال التحولات، وده على الجانب الفني. وعلى الجانب النفسي بتخليك تلعب وانت شايل اي ضغوط من عليك، وده بيدي حريه للعيبه اكبر وبيحفزهم على اخراج اقصى ما عندهم في محاوله منهم لاثبات الذات. وبيبدا هنا المدربين يستخدموا سرديه التحدي وشحن الدوافع واستخدامها كحل سحري لمعالجه الفوارق الفنيه، وبيبداوا هنا يستعينوا بلحظات الفخر والانجازات اللي حصلت قبل كده، وبيستخدموا جمل زي احنا اسياد افريقيا واصحاب السبع بطولات ومهما كان احنا منتخب مصر الدنيا. احنا اللي بدأنا كل حاجه، احنا اللي عملنا كل حاجه، مصر دي الدنيا، مصر دي الدنيا، الدنيا، الدنيا. شكرا استاذ سعيد. النظريه دي كانت بتجيب معانا ونجحتنا في بطولات كتير، لكن ما خلتناش نلعب الكره الحلوه اللي عملها جيل حسن شحاته، وده اللي الناس لحد دلوقتي لسه بتدور عليه، ودي الحاجه الناقصه اللي اتكلمنا عليها. عشان كده برغم اننا وصلنا نهائي افريقيا 2017 و2021 لكن مش هتلاقي اي حد بيتكلم عن جمال الاداء ولا حلاوه الكره في البطولات دي، ويمكن ناس كتير مش فاكره التفاصيل اللي حصلت فيها، لكن ممكن لحد دلوقتي تفضل فاكر تفاصيل ماتش البرازيل مع انك خسرت فيه، لكن الكره اللي اتقدمت وقتها تخليك فاكرها. وحسام حسن رغم انه دخل بنظريه المستضعف في افريقيا الاخيره، لكن ده ما كانش اللي هو عايزه ولا اللي كان بيحاول يزرعه في اللعيبه، لان في معظم كلامه وحتى من قبل ما يمسك منتخب مصر شايف انه مهما تكون ظروفك وامكانياتك لازم تلعب بهيبتك وباسم منتخب مصر، وده حتى كان سبب في انتقاده لمحمد صلاح وقت بطوله افريقيا 2023 مع روي فيتوريا، وكلامه ان منتخب مصر مش مرشح للبطوله عشان يحاول يشيل الضغوط من على اللعيبه كمحاوله منه للدخول برضه بنفس نظريه المستضعف، وده اللي انتقده حسام حسن وما كانش راضي عنه. المؤتمر الصحفي يا محمد صلاح طلع قال ان احنا مش مرشحين، وده خطأ كبير جدا. فاذا الحاله العامه اللي جوه داخل الفريق ان لاعب كبير بحجم محمد صلاح قال ان مش مرشح. لا خلاص خلصنا بطولة افريقيا والاجواء مستقره واتحاد الكوره بياكد على ابقائه لحسام حسن، وكده هيكمل معانا لكاس العالم 2026. هنا حسام حسن بيبدا ياخد قرارات جريئه اكتر، وكان بيحاول مع الوقت يدخل لعيبه اقل على مستوى الاسامي لكن هتقدم له كل اللي هو عايزه من غير ما حد يشتكي، يعني بلغه الكوره كده جعنا كوره. والحقيقه ان حسام حسن عنده ميزه تقريبا ما شفتهاش في اي مدرب غير في كروش، وهي تجربه كم كبير من اللعيبه من غير ما يعمل حساب للاسم او حتى النادي اللي جاي منه اللعيب ده، كله ليه فرصه متساويه طالما ملتزم بالتعليمات داخل المنظومه، وبجانب كده كان بيدي فرصه للعيبه شباب اكتر وفي نفس الوقت برومسنج للمستقبل بشكل كبير. يعني مثلا كنا شايفين من كذا سنه ان مصطفى شوبير حارس واعد جدا وقدر يثبت ده مع الاهلي في وقت اصابه الشناوي، والناس بقت شايفه انه في الفتره دي كان يستحق انه يكون هو الحارس الاساسي للاهلي، لكن مع عوده الشناوي من الاصابه مصطفى شوبير بعد بشكل كبير عن المشاركه بشكل اساسي، وحتى مع الاداء المتذبذب للشناوي واخطاء متكرره ما خدش فرصته، ومحدش من مدربين الاهلي سواء الاجانب او المصريين اللي مسكوا فترات مؤقته قدر يجازف ويدفع بيه، رغم ان المجازفه مضمونه بشكل كبير واتجربت قبل كده، لكن برضه اسم الشناوي وانه كابتن النادي الاهلي بيخلي اي مدرب صعب ياخد القرار ده. بس حسام حسن ما خافش ياخد القرار وبدا يدي ماتشات في افريقيا لمصطفى شوبير. صحيح ما كانش بيلعب بشكل اساسي لان زي ما قلنا كانت البطوله دي مهمه بالنسبه له، فكان بيلعب على اللعيبه اصحاب الخبرات المضمونه، لكن في نفس الوقت عينه كانت على كاس العالم، والدليل على كده ان بعد البطوله ادى فرصه اكبر للشوبير لدرجه خلت النادي الاهلي يقسم الماتشات وياخدوا قرار ان هم يدوا ماتشات الدوري لمحمد الشناوي وماتشات دوري ابطال افريقيا لمصطفى شوبير، ومع الوقت مصطفى شوبير قدر يثبت نفسه ويبقى هو الحارس الاساسي في الاهلي، وكان من الطبيعي لما يرجع المنتخب بيكون هو الحارس الاساسي. كل ده كان من تفصيله صغيره وقرار جريء اخده حسام حسن، وحتى لو كان هيحصل في المستقبل فالاكيد كان سبب انها تحصل بشكل اسرع، وكان لازم يجرب الاحتكاك مع منتخبات قويه ومتنوعه قبل كاس العالم، والبدايه كانت مع السعوديه واسبانيا، والماتشين فعلا اطمنا فيهم على الاداء
المنتخب، وحسينا ان الاداء اتطور بشكل كبير سواء على المستوى الهجومي او حتى على الاداء الدفاعي. لكن اثاره الجدل والانتقادات لحسام حسن ما بتنتهيش، لانه بيقرر وبشكل مفاجئ انه يستبعد مصطفى محمد من قائمه المنتخب النهائيه لكاس العالم، وبيضم بداله حمزه عبد الكريم لاعب رديف برشلونه. وطبعا ده خلى الدنيا تتقلب عليه، لانك مش بس بتستبعد لاعب بحجم مصطفى محمد، ولكن انت كمان ضامن بداله لاعب صغير ما لعبش حتى عدد ماتشات تتعدى على الايد الواحده على مستوى الفريق الاول. حتى لو كان مصطفى محمد مش في حساباتك ومش تعتمد عليه بشكل اساسي، فالاكيد انه هيكون خيار مناسب لو تطلب الامر الدفع بمهاجم صريح. ده غير انه بيختار انه يضم 4 حراس للقائمه النهائيه بشكل غريب وبدون داعي. وكمان حسام حسن وبعد اصابه اسلام عيسى بيقرر يضم مصطفى زيكو، لاعب ما انضمش قبل كده لاي معسكر من معسكرات المنتخب، وكان بالنسبه لناس كتير حاجه غريبه لتوقيت القرار. يا راجل ده حتى مصطفى زيكو ما كانش متوقع واتفاجئ بانضمامه زيه زينا وهو رايح الساحل. مبروك يا قلب اخوك يا عالمي، العالمي راح كاس العالم. بس رهان حسام حسن على مصطفى زيكو بيجيب نتيجه وبسرعه رهيبه ومن اول ماتش، وبيقدر يخطف هدف في المباراه الوديه ضد روسيا وبيفوز المنتخب. ده كمان بيسجل هدف في البرازيل في اخر مباراه وديه قبل الاستعداد لكاس العالم. يعني مفيش مكافاه افضل من كده. وكأن زيكو بقاله سنين بيلعب في المنتخب. بس من خلال تحليل شخصي وحب الاستنتاجات وتكرار الاحداث، ان انضمام مصطفى زيكو للمنتخب كبديل لاسلام عيسى بالذات ما كانتش صدفه ولا حاجه عشوائيه، دي حاجه في دماغ حسام حسن حتى لو ما كانتش باينه لحد. وهنا هيظهر تاثير المعلم حسن شحاته على حسام حسن. المعلم كان عنده توليفه كده بيعملها وبيكررها في كل البطولات اللي بيخشها تقريبا، توليفه انا مسميها توليفه البركه، وانا كنت ذكرتها بشكل كامل في حلقه سر هيمنه الجيل الذهبي لو كنت شفتها او كنت عامل سبسكرايب في القناه. واحده من الحاجات دي هي صناعه بطل غير متوقع. لا فهمني اكتر يا عم شرنوبي. فكره صناعه البطل الغير متوقع اللي كان بيعملها حسن شحاته مبنيه على اني اضم لاعب مجهول او بعيد كل البعد عن فكره الانضمام للمنتخب ومحدش واخد باله منه واضمه للقايمه، لا وكمان اراهن عليه واديله فرصه المشاركه بشكل محترم. والفكره كانت بتنجح في اغلب الاوقات، سواء مع عمرو زكي لما انضم من انبي في 2006 او مع جده لما انضم من الاتحاد السكندري في 2010، والكل كان بيهاجم الفكره ومحدش مقتنع بيها. وحسام حسن قرر ان هو يمشي على نفس التوليفه وحاول فيها مع اسلام عيسى وفعلا عملت نجاح لولا الاصابه اللي وقفته، وقرر يكمل نفس الفكره مع مصطفى زيكو وطبعا نجحت وبشكل اسرع من المتوقع. طب ليه استبعد مصطفى محمد؟ فكره استبعاد مصطفى محمد واستبداله بحمزه عبد الكريم كانت ليها بعد نفسي اكتر من البعد الفني. حسام حسن من ساعه ما مسك المنتخب وهو مش بيعتمد على مهاجم صريح، حتى لما كان مصطفى محمد بيلعب في القوام الاساسي كان بالنسبه له مهاجم وهمي. وفكره حسام حسن هنا انه محتاج مهاجم يقدم ادوار دفاعيه بشكل كبير خاصه في العمق، وبعديها بيسحب واحد من العمق ويميله على جبهه محمد صلاح عشان يقدر يتحمل ادوار صلاح الدفاعيه وبالتالي يحافظ على قدره صلاح الهجوميه. ومصطفى محمد كان بيعمل كده حتى لو ده كان بسبب شويه خلافات ومشاكل ونفسها في الملعب، لكن كان بيأديها. طب ايه اللي اتغير يا عم شرنوبي؟ اللي اتغير ان مصطفى محمد ما بقاش قادر ينفذ نفس الادوار اللي مطلوبه منه، وكمان ما كانش بيشارك بصفه اساسيه مع نانت الفرنسي، يعني رجله ما بقتش في الملعب، وده اللي كان مؤثر على مستواه وبان دلوقتي في ازمته مع ناديه وعدم عودته لمعسكر الفريق. وده خلى حسام حسن ما بقاش يدي لمصطفى محمد نفس عدد الدقائق اللي كان بياخدها قبل كده. وطبعا الكلام ده مش هيعجب مصطفى محمد، وكان بيسبب مشاكل في اوضه اللبس، وده هيأثر على تركيز اللعيبه خصوصا اننا داخلين على كاس العالم. ودي نفس المشكله اللي حصلت قبل كده مع احمد حجازي في بدايه تعيين حسام حسن، فما كانش عايز يكرر نفس السيناريو. فالفكره كانت ان طالما كده مش هيحتاج مصطفى محمد غير في اجزاء صغيره في الماتش، ومش هيكون حتى اللي يختار التاني، وكمان ممكن لما انزله يبقى مقموص وما ينفذش اللي مطلوب منه بالشكل اللي انا محتاجه، فبدله بلاعب شاب اللي هو حمزه عبد الكريم وهيقدر يأدي لي نفس الادوار اللي انا محتاجها منه. ده غير انه هيموت نفسه وهيحاول يستغل الفرصه. وكمان زيكو دعم الفكره دي وقام بدور مصطفى محمد بشكل اشمل واكبر من المتوقع، وهو اللي ساهم بشكل مباشر على تاكيد الخطوه دي، وده اللي هتعرفه قدام. وصلنا للحظه اللي احنا مستنيينها من اول الحلقه. احنا دلوقتي في كاس العالم، الطموح عاليه والمعسكر مترابط، والكل متفائل اننا ممكن نعمل انجاز ونصعد لاول مره من دور المجموعات. بس برضه في شيء من التخوف، خصوصا ان ذكرياتنا في كاس العالم مش افضل حاجه، وطول تاريخنا ما حققناش اي فوز. مجموعتنا بتضم بلجيكا ونيوزيلندا ومنتخب ايران، يعني مجموعه كلها اتخبط في بعضيها. ماتشنا الاول ضد بلجيكا، جيل بلجيكا الحالي جيل مش قوي ومش في افضل حالاته الفنيه، لكن على الورق الفرق كبير وهو اقوى منتخب في المجموعه. بتبدا المباراه ومنتخب مصر ماسك كوره على منتخب بلجيكا وبيلعب ند بند وبدون خوف وباداء متزن بشكل كبير، وباسيست من محمد صلاح. امام عاشور بيسدد تسديده صاروخيه في مرمى كورتوا وبيسجل هدف، والثقه بتزيد اكتر. بس خليني هنا اتكلم عن امام عاشور. امام عاشور بعد مشكلته مع حسام حسن حاله اتغير 180 درجه، بقى بيطلع اقصى ما عنده في الملعب وملتزم بكل حرف يقوله حسام حسن، وبقى متقبل فكره القعاد على الدكه او حتى انه يتبدل بعد الشوط الاول من غير ما يعمل مشاكل. وكأن المشكله دي خلت حسام حسن يعرف يحتوي امام بالطريقه اللي هو محتاجها ويعرف مفتاحه فين ويطلع نسخه ملتزمه منه. عشان كده تحس ان المكافاه جت في اول ماتش، ولولا عنايه حسام حسن وتمسكه بضروره اعتذار امام وقت الغلط والتمرد كان ممكن النسخه اللي شفناها في كاس العالم ما كانتش تطلع من الاساس. وعلى عكس المتوقع منتخب مصر بيكمل بنفس الريتم مع التركيز وغلق المساحات على المنتخب البلجيكي، ومحمد هاني ماسك هناك دوكو وقاطع عليه ميه ونور وقافل جبهته بشكل كامل، لدرجه ان عم رودي جارسيا مدرب بلجيكا قرر ينقل دوكو من جبهه هاني ويبعته على جبهه فتوح، ولكن للاسف بهجمه ملهاش اي داعي وبتدخل قوي من الفحل لوكاكو تنتهي بهدف تعادل لبلجيكا وبهدف ذاتي من محمد هاني، والحكم بيصفر والمنتخب بيجيب اول نقطه في المجموعه، واداء محترم واخد اشاده كبيره من نقاد ومحللين كتير.
كتير، وبنطلع من اول مباراه بشعور اننا ضيعنا الفوز من ايدينا. خلصنا ماتش بلجيكا، نروح بقى لماتش نيوزيلندا. نيوزيلندا منتخب لعيبته معروفه بالاطوال، ومدافعينهم نفس فصيله جريت كالي بتاع المصارعه، واحنا اللي كنا فاكرين حسام عبد المجيد ده كده يعتبر اطوال. دخلنا المباراه بنفس التشكيله بس مش بنفس الاداء. محمد صلاح متقفل عليه ومش باين من الاطوال، مرموش مش شايف قدامه، وباقي اللعيبه تايهه ومش مركزه، وكان واضح جدا ان اطوال لعيبه نيوزيلندا مسببه لنا مشكله، وبدا يجي لنا شعور ان المباراه ممكن تروح من ايدينا، والاحساس اتحول لواقع، وبسبب كده لبسنا اول هدف من ضربه ركنيه، وحتى بعد الهدف الاداء كان لسه فيه مشكله. الاحداث دي انا عارفها كويس، يا رب ما يكون اللي في بالي ويكون اداء اول مباراه ده حمى البدايات ونرجع تاني لنفس الاداء المشرف وبينتهي الشوط الاول. لكن في الشوط الثاني اللعيبه بتنزل باداء مغاير تماما، وكأن الفريق اتبدل بالكامل، وبننزل ضاغطين ضغط رهيب على منتخب نيوزيلندا، ومحمد هاني بيرفع عرضيه من اللي بيحب يعملهم في كاس العالم، وزيكو بيسجل هدف التعادل، ورهان حسام حسن على زيكو بيجيب نتيجه. زيكو اللي كان من سنين قليله لاعب مغمور في الدرجه الثانيه ومحدش يعرفه، وبيعافر مع الحياه ومع فريقه عشان يصعد للدوري الممتاز ويحقق حلمه، دلوقتي بيلعب في كاس العالم وبيسجل هدف في ثاني مباراه دوليه ليه. محمد صلاح بيعمل وانتو مع زيكو اللي بيريحها بكعبه وبيسجل الهدف الثاني، هدف من ريحه اهدافه مع ليفربول. منتخب مصر ما بيكتفيش بالتقدم بفرق هدف، وفضل بنفس الريتم وزنق منتخب نيوزيلندا اكتر في نص ملعبه وبيحاول يزود النتيجه، وفي اخر المباراه تريزيجيه بيختمها بالهدف الثالث من ضربه ركنيه من محمد صلاح، ومنتخب مصر بيحقق اول انتصار ليه في تاريخ مشاركاته في كاس العالم، وبيكتب تاريخ اتاخر كتير، والشوارع مش مصدقه نفسها بالفوز الاول في كاس العالم. خليني هنا اتكلم عن لاعب عمل اداء خرافي في اول مباراتين، لكن اداؤه ما اتبروزش بالشكل اللي يستحقه، وهو مهند لاشين. مهند لاشين هو صاحب اعلى معدل دفاعي في اول مباراتين ما بين لاعبي المنتخبين، والمعدل الدفاعي ده بيقيس التدخلات الناجحه والتشتت وابعاد الكوره والتمركز الصحيح. ويمكن احد اسباب ظهور مهند بالمستوى والتركيز ده في اول مباراتين في كاس العالم هي تفصيله صغيره ما حدش اخد باله منها، وهي خطا مهند لاشين في المباراه الوديه مع منتخب البرازيل واللي تسبب في الهدف الاول. ودي اهميه قوه وجوده المنتخبات اللي بتواجهها في الماتشات الوديه، اللي اهميتها بتكمن في معالجه الاخطاء واستعاده التركيز قبل البطولات الرسميه. مش هروح الاعب البط الافغاني والثعلب الكيني واسميها استعدادات وديه. الله يمسيك بالخير يا مستر كوبر. خلصنا مباراه نيوزيلندا، فرحنا ورقصنا على مهرجان فرتكه فرتكه واسطبلات والكل مبسوط. نخش بقى على مباراه ايران. صحيح منتخب مصر صعد رسميا لدور ال 32، لكن مباراه ايران مهمه جدا لتحديد مركزه في المجموعه، واتجاهه هيكون ايه في الدور ال 16، والهدف كان تحقيق نتيجه ايجابيه عشان تبعد عن المنتخبات القويه. حسام حسن بيقرر يريح بعض اللعيبه وبيدي فرصه لعيبه ثانيه، ومحمود صابر اللي كان واحد من اللعيبه دي بيسجل هدف في اول 5 دقائق، لكن بغلطه من عبد المنعم وتباطؤه بالكوره بيتسبب في ضربه جزاء لمنتخب ايران وبيتصاب ويطلع بعدها. وزي ما كان محمود صابر واحد من التغييرات الناجحه، فمشاركه محمد عبد المنعم على العكس تماما. لاعب راجع من اصابه بعد فتره كبيره ورجله مش في الملعب ومشاركش في اي مباراه رسميه مع فريقه، فقرار مشاركته غير منطقي وملوش اي داعي. لكن مصطفى شوبير الله يكرمه بينقذ الوضع وبيتصدر ضربه الجزاء من مهدي طريمي، بس المنتخب بيتراجع بشكل غريب وايران بتقدر تسجل التعادل بعدها بدقايق، وبنوصل لاخر المباراه ومنتخب ايران ضاغط بشكل كبير ومنتخب مصر متراجع في نص ملعبه، وفي لحظه كانت ممكن تغير حساباتنا كلها. ايران بتسجل هدف في الوقت بدل الضايع، ولكن لحسن الحظ ربنا بيسترها معانا والفار بيتدخل ويلغيه. وعايز اقول لك ان فرحتي في الوقت ده اللي احتفل 100 احتفال بعد الهدف كانت اكتر من اي حاجه، وبنتاهل كتاني مجموعه. وكده عن لاعب منتخب استراليا، منتخب عنيد وعنده اسلحه قويه، ولكن دي برضه فرصه لكتابه تاريخ جديد وبرأسيه من امام يسجل بيها الهدف الاول لمنتخب مصر. ولكن محمد هاني كل ما بيلاقي امام يسجل هدف يرد عليه بهدف ذاتي ومن كره عرضيه. برضه احنا كده عندنا لعنه طول تاريخنا اسمها الكرات العرضيه، ولكن ده ما يمنعش من اداء الرجول الهاني طول البطوله. كمان بيظهر هيثم حسن كبديل لاول مره. هيثم حسن مش بس لعيب بينقلنا بشكل فردي لنص ملعب الخصم، لا ده كمان بيعمل اللي هو عايزه في دفاعاتهم وبيكلفت اللعيبه، ومن الاخر كده لعيب سافل. واحنا بقالنا فتره كبيره ما عداش علينا لاعب بالكواليتي ده، وبنعدي الاكسترا تايم وبنوصل لضربات الترجيح، وصلاح بيفاجئنا بواحده بانينكا بيحط فيها خبرته كلها وبيقول لنا فيها ان المكسب لينا. وحرفيا حسام حسن مطلع نسخه من محمد صلاح محدش يقدر في الظروف اللي كان فيها يطلعها منه. صلاح لحد دور ال 16 كان اكتر لاعب صناعه للفرص في البطوله كلها، حاجه تقول لك ان قد ايه الراجل ده اجتهد وان وراه تيم يستحق الاشاده. ومنتخب مصر بيسعد لاول مره في تاريخه لدور ال 16، وكده مفيش حل، هتلاعب الارجنتين بطل العالم وبطل النسخه اللي فاتت. مباراه هتخلي العالم كله يتكلم عن قوه المنتخب المصري واستحقاقه للفوز وكمان تعرضه للظلم التحكيمي. وكالعاده منتخب مصر بيبدا بالتسجيل، ومن رأسيه ياسر ابراهيم بيسجل الهدف الاول، ولكن بتيجي ضربه جزاء لمنتخب الارجنتين وعلى التسديد ليو ميسي، بس ميسي ما يعرفش ايه اللي هيقابله، وشوبير بيتصدى ضربه الجزاء وبينقذ هدف ومن ميسي. انا بعد التصدي ده وقفت لحظه ومخي ما كانش مستوعب اللقطه، وحقيقي مستوى عقليه مصطفى شوبير حرام تدفن في الدوري المصري، وعلى عكس المتوقع مش بنتراجع وبنجاري الارجنتين. وتكمل بالهدف الثاني من مصطفى زيكو باسيست من هيثم حسن اللي كلفت وهزق دفاعات الارجنتين، وبنسخه كربون من الهدف الملغي قبلها بدقايق. وخليني هنا اتكلم شويه عن عبقريه مصطفى زيكو في الهدف ده، اللي في اللقطه دي اثبت فيها وجهه نظر حسام حسن وليه اختار زيكو بالذات مش اي حد تاني. زيكو في بدايه الهجمه كان بيساند دفاعات المنتخب، وبمجرد ما فتح سلاح سبرنت بالكوره وكان في حاله تحول هجومي مع هيثم حسن ما كسلش ولا بخل بمجهوده في مباراه زي دي، وضرب سبرنت هو كمان وكمل جوه ال 18 وسجل هدف. والهدف ده بيلخص ليه زيكو بالذات وايه دوره مع المنتخب، لان اللقطه اتكررت بنفس التفاصيل في الهدف الملغي، ولكن بتيجي اصعب لحظه مرت على المصريين من بدايه البطوله، واللحظه اللي بدانا عندها الحلقه. تخيل تكون فايز على
على بطل العالم وواصل معاهم للدقيقه 79، وفجاه ما تعرفش ايه اللي حصل، ازاي المباراه بتتخطف منك، وازاي النتيجه بتتحول مره واحده ل 3-2 لصالح الارجنتين. والزعل هنا ما كانش عشان فكره هدف بيتلغي لينا رغم انه اتحسب زيه في ماتشات كتير، ولا عشان شدت حمدي فتحي جوه ال 18 لحد ما التيشيرت اتقطع والفار ما رجعلهاش، ولا عشان تحيز الحكم واختلاف قراراته لنفس التدخلات، وان بعد كل الاخطاء اللي عملها لاعبي الارجنتين سواء بالكوره او من غير كوره ولا لاعب واحد اخذ كارت اصفر طول المباراه. لكن الزعل لانها كانت قريبه قوي لدرجه خلتني اسرح في اخر الماتش. ويمكن شخصيه وهويه منتخب مصر الجديده اللي صنعها حسام حسن اللي بتلعب على الفوز لاخر دقيقه مهما كان الخصم اللي قدامك كانت سبب في الهزيمه دي، لكن ده سبب يفرح انك فضلت لاخر دقيقه عايز تكسب الارجنتين، ودي مش صدفه ومش مجرد كلام. الثقه اللي قدر يزرعها حسام حسن في اللعيبه خلت اللعيبه تصدق نفسها وانها تقدر تلعب ند بند قصاد الارجنتين، والثقه والاحساس انك عملت اللي عليك في عون اللعيبه وعيون حسام حسن وتاثرهم بالخروج الغير مستحق، ولولا الاخطاء والتفاصيل الصغيره اللي الحكم تغاضى عنها كانت ممكن النتيجه تتغير. ويكفي ان بعد المباراه العالم كله اتكلم عن مجامله الارجنتين. نو فير ريفري نو فير. الحقيقه ان كاس العالم ده اثبت لنا اننا عندنا لعيبه بامكانيات جباره بس منتظرين الفرصه، ومن غير مشروع ولا توجه عام، وبالامكانيات المتاحه وبشويه نظام وسيستم عملهم شخص واحد بس بمساعده الجهاز الفني قدر يعمل انجاز تاريخي مفيش اي اجنبي من اصحاب الدولارات قدر يعمله. وان فكره القماشه دي اخرها كده وده اخرنا دي كده كانوا بيداروا بيها حدود امكانياتهم، ما بالك بقى لو في مشروع واهتمام. والاعظم من كده واللي خلاني احترم حسام حسن على المستوى الشخصي قبل المستوى الفني ان حسام حسن من شهر فبراير اللي فات وهو شغال من غير عقد مع اتحاد الكوره، واتحاد الكوره لسه مدد له عقده بعد نهايه كاس العالم، يعني طول الفتره اللي فاتت كان شغالها في حب مصر. فتحيه لعمي حسام حسن وعمي ابراهيم وكل الجهاز المعاون. خرجنا العالم كله اتكلم علينا وعلى ادائنا المشرف، وفيديوهات بالملايين بتلخص الظلم اللي تعرضنا له، وفيديو بتاع زيكو فايرال على تيك توك، ولقاءات واستقبالات ورفعتوا راسنا وشرفتونا في المونديال. لكن طبعا الحكايه عمرها ما هتنتهي نهايه مريحه للعين، لازم تتختم بمشاهد عبثيه، وبدل ما ننهيها نهايه تليق بالحدث لازم نحط التاتش المصري. وطبعا اعلامنا المصري بيمارس هويته المفضله في خلق مشاكل وصوره غير صحيه بين الاطراف وبعضيها. انا عايز اعرف انا ايه علاقتي ان مصطفى شوبير بيحب يظهر مراته ولا لا، وانا علاقتي ايه بمشاكل مراتات حسام حسن وبمشاكل وخلافات زيكو الشخصيه، وانه بيحب امه اكتر ولا بيحب مراته، وشغل حقوق الوالدين ده. بتزعل امك ليه يا سعيد؟ امي؟ ايوه امك. ده موضوع يعني شويه زعل، يعني ما تشغلش بالك انت يعني. كل ده بيخلق بيئه غير صحيه ومشاكل اعبط من ان الواحد يناقشها او حتى يتكلم فيها. اتمنى الاعلام يقدم رسالته ويناقشها بموضوعيه بشكل يليق بمكانتنا، واتمنى حد يتدخل وينقذنا وينقذني انا بشكل شخصي من موقع اليوم السابع وموقع بصراحه وقناه الشمس، واي مراسل معاه تليفون تاتش وقرر في يوم من الايام يدوس على زرار الفيديو، لان حقيقي دول في كل حته وانا مش عارف اعمل ايه. لكن الاهم في الفتره الجايه اننا نشتغل على اللي جاي وما نفضلش واقفين عند النقطه دي وما نعيش في اوهام ما حصلتش، ودي فرصه للشباب وبعدوا عن الوجوه القديمه. بس كده. كل الحب يا صديقي الايقوني انك سمحت لي ان اكون جزء من ذكرياتك المستقبليه، فاوعى تنسى اللايك والسبسكرايب وتعملي فولو على الانستجرام، واعمل شير للحلقه دي لكل اصحابك وحبايبك، وقول لهم شرنوبي بيحبكم ويتمنى لكم حلقه ممتعه. مستني رايكم والسلام.